السلام عليكم، مساء الفل عليكم جميعا. اجواء الربيع يا جماعه، ما شاء الله. الجو النهارده طقس ربيعي بامتياز يعني. بصوا، في نسمه كده جميله، في شمس، الجو مشمس بس الشمس مش حاميه. انا دلوقتي في المشيه، هروح عند ميدان المساجد اللي هو في بحري، اللي هو بقى سيدي الأباصيري وأبو العباس وكده، ونشوف أعمال التطوير. بس قلت إيه كده، نتمشوا من مشية لحد بحري وأوريكم الأجواء. يلا بينا. ده شاطئ بحري المميز ب15 جنيه. البحر جميل جدا هنا. ماشي، بوابة الشاطئ اهي هناك قدام قطورة. شماسي، قعدات، رملة. طبعا ده بيبقى زحمة جدا جدا يا جماعة في الصيف. الجزء هنا من البحر حلو قوي قوي. تمام، احلى كمان من ابو العباس قدام. ماشي، تعالوا نكمل بقى لشاطئ ابو العباس واجواء ابو العباس. الجو جميل وفي ناس في المايه. يلا بينا. الجزء ده بقى مفتوح كده، الحديد ده حدود الشاطئ. ماشي، والجزء ده كده مفتوح للي عايز يصطاد. هناك بقى شاطئ كده قدام ابو العباس. بس بوريكم بقى المينا الشرقي وجماله وجمالك يا اسكندريه. واجمل جوله بالحنطور، تبقى فسحه حلوه قوي من محطه الرمل بقى، ويقعد كده ايه يلففك. تمام. بصوا كمان، شفنا امبارح شرق اسكندريه، النهارده بقى المينا الشرقيه. بصوا المراكب الصغننه دي اللي بتتأجر اهي، بتتأجر من هناك كده، اسمها كاياك. بتبقى فردية، فرد بيركبها ومن جداف كده، وتجدف وتاخد لك جولة في البحر. ماشي، بس لازم طبعا البحر يبقى هادي زي ما احنا شايفين. هو البحر هادي اهو. بصوا الجمال، بصوا الجمال اهي، شايفينهم طبعا. دخلت سألت على كياك في بيج اسمها أليكس كياك على الانستجرام. المهم الساعة 250. ما تبقاش لوحدك، وتبقى لابس لايف جاكيت ومعاك كوتشي طبعا. ان شاء الله نجربها، على فكرة تجربة حلوة، حلوة ورايقة هادية، غير المركب بقى وكده. بقى نروحوا لأبو العباس. المباني وجمالها، تحس ان انت ماشي في اسكندرية القديمة. تاريخ والعبق. هنا مر الاسكندر. وصلنا ميدان المساجد. هنروح نشوف اخر التطورات، بس هنشوف برضو البحر هنا الاول. مستشفى الانفوشي الاطفال، اللي هي مستشفى الملكة نازلة. وهنا اهو بوضوح، احنا كده بره خالص اهو على الشارع. تمام، ظهرت بوضوح ملامح التطوير. طبعا التطوير بما يتناسب مع هوية الحفاظ على الهوية البصرية لإسكندرية، وكمان حفاظ على القيمة التراثية للميدان. تمام. هنا اتعمل ساحة اهو، ده كده ممشى ذوي الهمم يعني، والكراسي وكده من هناك. وبعد كده سلالم، انا مش عارفة المدخل الامامي ده هيبقى ايه، المهم ما علينا. والترام اهو. الجزء اللي انا واقفه فيه ده ضمن التطوير يعني. هو بصوا اهو، احنا كده خارج كده الشارع. خلاص هنمشوا برضو كده قدام المساجد ونشوف اهو. تعالوا بقى كده نمشي ونشوف الباقي، باقي الاعمال اللي بتتم. شله يا مرسي يا ابو العباس. تعالوا كده. هنا بصوا اتعمل كده اهو. طبعا الترام بيعدي من هنا لسه. طبعا كل ده هيبان بعد تمام الانتهاء.
اتشالت طبعا الملاهي والمراجيح والمولد بقى. فاكرين بقى المولد اللي كان بيتعمل هنا؟ كنت باجي واصور معاكم وافتح لكم لايف. تمام. بصوا بوابة عند كل بوابة على الطراز الإسلامي. شايفين المدخل عامل ازاي؟ وفي كده برضو جوه هوريكم بوضوح اهو. لسه زي ما بقول لكم كده، لما ينتهي خالص بقى ويتفتح بقى للجمهور الجزء ده كده، هي المساجد مفتوحة للصلاة عادي. يعني انت عايز تيجي تصلي وقت الصلاة عادي تخش. اهو بصوا الجمال، بوريكم هنا. طبعا الجزء الخارجي ده اكيد بقى هو مش محتاج ترميم، يعني اكيد بقى هيتم دهانه او طباقه بعد كمان الانتهاء. الجزء بقى الامامي شفناه، هيتعمل ساحه، مش عارفه الساحه دي هتبقى ايه، اللي هي على البحر مباشره. سيدي القباسين وسيدي مرسي ابو العباس وسيدي ياقوت العرش. اهو بصوا البوابه برضو الناحيه دي معموله على نفس النظام، نفس اذان العصر. هنا بقى الساحه الخارجيه اهو، بصوا زي ما انتم شايفين كده. كان طبعا اذان العصر شغال. الساحة في ناس معترضة على شكل البوابات الخارجية، ان هي مغطية على شكل المسجد. انا بوريكم بصوا المباني والعمارة اللي هنا. الفن المعماري جميل جميل بجد. بحري الأنفوشي، محطة الرمل المنشية من أجمل أماكن اسكندرية. من أول محطة الرمل لحد بحري كده هنا الأماكن جميلة جدا جدا. بصوا بقى الأجزاء الخارجية دي عليها كده إضاءة، لسه بيفنشوا وعمال على فكرة شغالين جوه. هروح لكم كمان عند سيدي ياقوت العرش من ورا واوريكم برضو اللي بيتم وصلنا لحد فين. تطوير تكلفته 270 مليون جنيه. بصوا طبعا كان في مول تجاري هنا، طبعا اتشال المحلات والمكان اتنضف تماما. هيتعمل طبعا محلات تانية وكده بس على نظام أرقى يعني. اهو ده الجزء الجانبي سيدي ياقوت، مسجد سيدي ياقوت والشيخة منظرة. طبعا الاحتفال بالموالد حرام زي ما احنا عارفين. بصوا هنا اهو، وده المرسي ابو العباس. اتعمل طبعا رخام في الارض وعمل تطوير. الساحة كلها اهي. تمام زي ما احنا شايفين كده. الله ما شاء الله. هنطلع بقى من هنا. بصوا البوابات عاملينها ازاي، نظام البوابات. تمام اهو مسجد سيدي ياقوت والشيخة منظرة ومسجد المرسي ابو العباس رضي الله عنهم وارضاهم. تمام تعالوا بقى ايه نطلع بره في الشارع. يبقى كده شفنا تطوير، اخر تطورات يعني ميدان المساجد هنا، حي الجندق. ماشي اخر التطورات. خدنا الجولة اهو في الجزء الخلفي وهنطلع كده على الشارع تاني. ده بقى مسجد سيدي محمد نصر الدين اهو. جميل. كده اهو طالعين على البحر وكده يكون خلص الفيديو بتاعنا وجولتنا كده خلصت النهارده. شفنا اخر التطورات، شفنا اجواء اسكندريه، شفنا الشواطئ. اسكندريه جميله. استناكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم. جيجي.